اليوم راح نسوي أكلة شوي غريبة بس بنفس الوقت كلش لذيذة اللي هي تمن عدس. راح أخلي نص كوب من العدس وكوب من التمن وأنقعهم وأغسلهم كل زين. بعدين راح أجيب جدر أخلي بيه شوية من زيت زيتون ومكعبات من لحم الغنم. لما ياخذوا اللون راح أضيف عليهم شوية من البصل، بصلاية مقطع ناعم، وأخليهم ينطبخون شوي لحد ما البصل يذبل. بعدين راح أضيف عليه كمية من البوتيتا مقطعة إلى مكعبات وسط. وهنا أنا معجون الطماطم راح يكون شيء اختياري ممكن تستغنون عنه يعني. بعدها راح أبدي أضيف الملح والفلفل الأسود والكركم، هذا بس اللي أحتاجه بهاي التاتشينة. وأضيف عليهم آخر شيء كمية من الطماطم، 3 طماطات مقطعات إلى قطع صغيرونة، وأخليهم على النار يستوون على راحتهم. ممكن أضيف كمية من المي حتى يستوي على راحة اللحم ويذوب الطماطم كل زين إذا ما تحبون الطماطم تكون ظاهرة بالتمن. وبعدها راح أضيف عليهم التمن والعدس اللي أنا منقع على صفحة، ياخذون تقليبة سريعة، وأخليهم على نار هادية حتى يشرب المي والعدس ويستوون كل زين واحد ويا الثاني. وهذا حيكون شكلهم. التمن ما حيكون حباية بحبايته، حالاته يكون شوي هيك مخبوص ببعض. راح أخليهم بقالب أو بالشكل اللي تحبوه، والطعم خيالي خيالي خيالي، لازم تجربوه. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تشاركوه ويا أصحابكم.